قلبك مع مين؟ الوقت الوقت. صوتك مع مين؟ الوقت الوقت. روحك مع مين؟ الوقت الوقت. يا ولاد مصر يا شعب أصيل، المشوار قدامنا طويل. يا ولاد مصر يا شعب أصيل، المشوار قدامنا طويل. نحتاج ناس رجالة بجد، واحنا اخترنا حزب الوفد. حزب الوفد ده حزب أصيل. يا ولاد مصر يا شعب النيل. إن مصر أكبر من أن تورث، وإن الشعب المصري ليس تراثا أو عقارا حتى يورث. قالها الفلاح المصري الزعيم أحمد عرابي. اختار مين؟ الوقت الوقت. صوتك مع مين؟ الوقت الوقت. روحك مع مين؟ الوقت الوقت. الوقت الوقت. قلبك مع مين؟ الوقت الوقت. الوقت الوقت. يحيى الوقت. قلبك مع مين؟ الوقت الوقت. صوتك مع مين؟ الوقت الوقت. روحك مع مين؟ الوقت الوقت. يا ولاد مصر يا شعب أصيل، المشوار قدامنا طويل. يا ولاد مصر يا شعب أصيل، المشوار قدامنا طويل. الدكتور محمد عبده مرشح الوفد عن دائرة المحلة، مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ مشرفنا. قصة دروس المرحلة الأولى وفكرة النائب أو المرشح الجيد من وجهة نظر الناخب، مقوماته إيه؟ مقوماته أولا زي ما قال زميل محترم، الشعب رد بليغ جدا على قانون الانتخابات. قانون الانتخابات المعمول به دلوقتي يعتبر من أسوأ قوانين الانتخابات منذ قيام الحياة النيابية في مصر. من أسوأ على الإطلاق قانون من سنة 1924 حتى الآن. القانون ادانا القوائم والزمنا ان احنا نختار نائب ما نعرفوش من 6 محافظات. ده بالنسبه للمحله. عليك تختار نائب من القاهره، نائب من القليوبيه، نائب من المنوفيه، نائب من الغربيه، نائب من كفر الشيخ، نائب من الدقهليه. انا ازاي وانا في المحله هعرف بتاع القاهره؟ صحيح. دي سلبيه كبيره جدا، والناس مش فاهمه القانون. بالنسبه للفردي، الفردي برضو يعني احنا الدايره بتاعتنا طول عمرها كانت 4 انا عايز اسال سؤال، معلش انا اسف بس يعني انا بحب اشاكس شويه. ايوه لا شاكس. هو تحت امرك. في شكلا في فردي وفي قوائم. بس هو ينفع نقول بالنسبه للفردي هو مش الحقيقه ان الانتخابات دي كلها فردي؟ ايه مش فاهم قصدك. طيب شكل الموضوع أنا اللي تلتين هشكسك بقى. ايه؟ انا اللي هشكسك. طيب شكل الموضوع تلتين وتلت. لكن حقيقه الامر ان الانتخابات الحقيقه بصراحه بالنسبه للكثيرين وانا منهم شايفها انها 100% فردي، وانه الاختيارات قائمه على الاشخاص. انا لست موافق ابدا على القائمه. مش موافق على القائمه؟ لا نهائي. القائمه ما ادتنيش حريه الاختيار، القائمه مفروضه عليا. انا اخترت ناس ما اعرفهمش واختار ناس. بس ده حضرتك حزبي، يعني المفروض تكون بتدعم فكره القائمه على فكره الفردي. ايوه يعني انا حزبي لكن انا مش عاجبني القانون نفسه. القانون كقانون مش عاجبني. فالشعب رد انه ما حضرش. تمام. انت عندك 20% او 25% اللي حضروا، وقاطع الانتخابات 3/4 الناس. صحيح. يعني 3/4 المواطنين اللي لهم حق لم يشاركوا في الانتخابات. يعني انت عندك برلمان يمثل 25% من الناخبين. نرجع لنفس النقطه، وهي فكره الناخب. ايوه. المواطن بيختار سواء المرشح الفردي او اللي موجود في القايمه، بيختاروا كشخص مش بيختاروا كفكر. يعني احنا عندنا زي ما الدكتور ياسر كان بيقول دلوقتي، احنا ما عندناش فكره ان انا بختار هذه القايمه لان في ايديولوجيه او في اتجاه سياسي وراها. لا، انا بشوف مين الاشخاص اللي انا بحبهم، اللي انا منتمي اليهم، او زي ما بيحصل في كتير من الدوائر زي العصبيات والعرقيات والاهل وكذا، اللي قريبي او
شيخ القبيله او شيخ البلد او كذا او كذا او كذا. ففي النهايه في حقيقه الامر هي علاقه شخصيه كمان ما بين الناخب والمرشح. هذه العلاقه غير موجوده تماما في القائمه كمان نهائيا. اللي عمل القانون ده اساء لنفسه واساء للشعب المصري واساء للحياه النيابيه في مصر. طب هرجع تاني واسال نفس السؤال اللي ربما يكون ساذج. طيب مصلحه مين؟ يعني انا كمشرع هل وانا بعمل التشريع عايز اعمل اسوأ قانون واسيء للحياه النيابيه وكذا؟ في الذين قاموا بصياغه هذا القانون قصور. لا بس هو الدستور، هختلف معاك يا دكتور في الجزئيه. الدستور هو الذي اجبر من بيصيغ القانون ان يضع الفئات المميزه دي لازم لهم حصه، وبالتالي لا كان يمكن ان يستطيع ان يفعل. تفتكر الفئات المميزه دي، اولا انا ضد برضو اختيار الفئات المميزه. قد كان يا فندم قد كان. انا كمان ضد الدستور اقره خلاص. ده استثناء. لماذا لا نترك للشعب حريه الاختيار وعليه ان يختار بين المراه المعوق؟ ما نسيب للشعب يختار، ليه احدد له؟ ما هو قد كان اتدخل الدستور صدر ووافقنا عليه وخلاص. هنا الدكتور ياسر بيقصد انه خلصنا الجزئيه دي. هذه المشكله ليست مشكله المشرع، مش دي مشكله، هي مشكله واضع الدستور. ايوه ايا كان في القانون من قام به قد اخطا. هو كان عنده اختيار اخر؟ ما كنش عنده يا دكتور فرصه انه يخالف. لم يكن عنده اختيار غير بالقايمه اللي يحط فيها لو عمل اي حاجه تانية مخالفه للدستور عنده دستوريه القانون. الدستور مش قرآن يا فندم. الدستور ليس قرآن. مش ده موضوعنا برضه. لا ما هو انا بالنسبه انا دلوقتي حضرتك طلبت مني كدوله انا بفهم في القانون الدستور، قلت لي تعالى ادي الدستور المصريين استفتوا عليه يناير 2014، اعمل لي قانون انتخابات يوافق هذا الايه؟ هذا الدستور سواء انا مبسوط منه ولا لا، شايفه قرآن او شايفه انجيل او شايفه اي حاجه، اعمل وفقا له. العيب في كلاهما، من وضع الدستور ومن وضع قانون الانتخاب. هذا رأيي. لا ويحترم طبعا. شكرا جزيلا. في الرأي. أنا الانتخابات يعني إيه؟ إن أنا أختار اختيار حر بدون ضغوط. تمام. بس يبقى في فرص متكافئة أمام الجميع. أيوه. لما تسيب الناس تختار. أيوه، ما هو النقطة هنا، ما خلينا نفكر بصوت عالي. فكرة الاختيار عشان تكون عادلة ونزيهة أساسها أن يكون هناك فرص متكافئة ما بين الجميع في الوصول للمنصب، صح؟ ايوه تمام. النقطة اللي كان بيقولها الأستاذ هشام ومعظم الناس كانوا بيتكلموا فيها، إنه أنا لو أنا إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بحبش أصلي كلمة معوق دي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أنا شاب عندي 27 28 سنة لسه ببتدي حياتي، اتفضل. ما عنديش مال سياسي وما عنديش عصبية وما عنديش خبرة، أنت عارف الانتخابات حرفية. حرفية. ما عنديش هذه الخبرة في الانتخابات والحرفية. بس عندي فكر وعندي رغبه ان انا اخدم بلدي. لو دخلت الانتخابات، انا بتكلم بالبلدي كده، هتفرم. فمحتاج ما يشبه الحضانه. حضانه لدوره او لدورتين توقفني على رجلي وتخلي الناس تعرف فكري وتنتخبني بناء عليه بعد كده. هذه الحضانه هي الكوتا. طيب لماذا؟ جاوب بس وبعدين هرجع لحضرتك. ثانيه واحده. وصلت فكرتي يا دكتور؟ لماذا انا بس سيبني شويه. لماذا لا تعين هذه الطبقات بمعرفة رئيس الجمهورية وله الحق في التعيين؟ الدستور ما قالش يعينه خلاص. هي الدستور لا، وهي دي عدت. لا هو الدكتور، لا يا دكتور ياسر، هو الدكتور بيتكلم في مرحلة ما قبل الدستور حتى. معلش كل حاجة تمام. كل حاجة تمام. طيب لماذا لم يعينوا؟ ايوه. هو انت بتتكلم إذا كنا في حاجة لتمثيل هؤلاء الأشخاص اللي هو النائب، هسألك سؤال مهم جاوبني عليه قولا قاطعا كده. النائب المعين زي النائب المنتخب؟ لا طبعا. مساء الخير يا فندم. نفس السؤال. مقومات اختيار النائب المظبوط. مقومات النائب المحترم اللي يفيد الدايرة ويفيد الدايرة الكبرى اللي هي مصر بحالها. يجب أن نختار النائب على أسس. احنا عندنا في الدايرة بتاعتنا 26 مرشح، كلهم ناس أفاضل وتربطنا بيهم علاقة جيدة جدا، لكن للأسف مش هنقدر ناخدهم كلهم. المفروض نختار 3. تمام. طب إيه مقاييس أو معايير الاختيار؟ نختار أكثرهم علما. لأن أنا هشرع قوانين ولازم
القانون عشان اعدله او ازود عليه او ارفضه أي. لازم يكون عندي العلم، طبعا لازم يكون عندي الثقافه. فانا اختار اكثرهم علما واكثرهم ثقافه واكثرهم رؤيه. طب ده انا اعرفه ازاي كناخب كمواطن؟ ما هو انت في يعني انا في النهايه مش هقدر، انا هنا بحاول ايه يعني، طبعا كلام حضرتك مظبوط. أيوة. على المستوى النظري انا لما تيجي ما كملتش المواصفات. لا لسه انا جاي، اتفضل. احنا مش رايحين في حته. اتفضل. لكن انا بس بحب دايما والمشاهد قاعد بيتفرج الاسئله اللي تيجي في دماغه اسالها أيوة. حضرتك. اتفضل. لو انا دلوقتي مواطن وبسمع أيوة. كلام حضرتك اللي بتقول اختار المرشح الاكثر علم أيوة. وثقافه ووعي أيوة. وادراك ورؤيه، النائب لازم يكون مقيم في دايره. ما انا بقول انا مش هيتاح لي فرصه ان انا اعمل لكم امتحان ك 26 مرشح اعرف مين فيكم الاكثر رؤيه وعلم. نعرف بعض. حضرتك لسه من شويه مركز المحل قايل انه في ناس ما يعرفوش ناس. ما بنتكلمش على القايمه، انا ما بتكلمش على انت القايمه دلوقتي بتتكلم هنا أنا بتكلم على الفردي. على الفردي في فرق. القايمه حاجه انا ما اعرفوش. مظبوط. انت القانون الزمني ان انا اختار واحد ما اعرفوش للاسف، وهاخد القايمه كلها ايا كان. لو نجحت هاخد القايمه كلها. القايمه وحياتك ماشي، لكن بتكلم على الفردي. تمام. الفردي انا بختار ب 26/3. يعني الناخب عندكم في المركز طبعا عارف مين اللي طبعاً عنده علم ومين اللي عنده ثقافه ومين اللي عنده رؤيه. مش هينتخبوا لو مش عارفه، مش هينتخبوا. فهمتني؟ بس انا لازم اختار من دول 3. كويس. على اي مقياس نختار، او يجب ان يختار الناخب اكثر المرشحين علما واكثرهم ثقافه واحسنهم رؤيه واكثرهم فكرا واحسنهم ذمه واكثرهم جرأه. لان النائب لو ما عندوش جرأه مش هيقدر يواجه الوزير ولا يواجه رئيس الوزراء ولا يقدر يواجه رئيس الجمهوريه. النائب الشعب اداله ثقته، فهو اقوى من اي حد تاني. تمام. بالثقه اللي اداها له الشعب. ايوه. لو في صفات دي هو ده النائب اللي هيفيد الدائره الصغرى اللي هي الحته بتاعته، والدائره الكبرى. انا مش عايز واحد يركب لي ماسوره ميه او يعمل لي مش عارف ايه او الصرف الصحي، دي حاجات مهمه بس ده شغل المحليات. مظبوط. انا عايز نائب يشوف ايه مشاكل مصر، المشكله الاقتصاديه ازاي احلها، التعليم ازاي احل مشكله التعليم، الصحه مش مبنى وبس. تمام. ده مبنى وادويه واطباء. منظومه واطباء مدربين. طب هو حضراتكم قدمتوا ده للناخبين في الحمله الانتخابيه؟ طبعاً. يعني قلت لهم انا عندي رؤيتي في الصحه كذا ورؤيتي في التعليم كذا ورؤيتي في الاقتصاد كذا؟ طبعا انا يعني في برنامج اقدر اديهولك بعد ما نخلص. تمام. كل حاجه البرنامج بتاعي ايه وايه اللي ناوي اعمله وازاي اصلح المشاكل دي، مشاكل التعليم ممتاز. والصحه. طيب هنرجع يا دكتور واهم مشكله هي مشكله الفلاح. انا من دايره، ما انا هرجع بس اسمح لي هنقف هنا بس عشان بس يبقى في التساوي اسمع راي الاستاذ هشام في موضوع الفلاحين ده. يا نهار ده لان ده يهمني يا دكتور. انت في القلب، انت في القلب نساك ازاي؟ الله يخليك. بس هو الحقيقه قبل منك في القلب والفلاح هو اللي في القلب. اشكرك. لان الفلاح ده هو عصب مصر. الدوله اهملت الفلاح. الفلاح عنده مشكله. لا عنده مشكله ايه؟ ده عنده كارثه. عنده كارثه. الفلاح المصري في كارثه. خلينا اتكلم على الكارثه. حاضر يا فندم. شكرا. اتفضل يا دكتور. مشاكل الدايره عندنا، انا من دايره تعمل بالزراعه. ايوه. والزراعه زي ما سيادتك عارف تشكل حوالي 40% من حجم الموازنه العامه. الفلاح في السنتين الاخرانيين بيعاني من محصول القطن. سنتين ايه يا دكتور؟ الفلاح بيعاني الاخرانيين. الفلاح في مصر بيعاني من 40 سنه. انا بتكلم بالتحديد عن محصول القطن. تمام. محصول القطن ما عادش هو الموسم اللي كنا بنحتفل بيه، وما عادش هو الذهب الابيض والسمعه العالميه اللي كان العالم كله بيشهد بيه. النهارده القطن بيدوه للغنم ياكلوه. ما عادش حاجه. صح. مصر لا تصدر القطن، لا تصدر البطاطس، لا تصدر البصل، اللي هم ال3 سلع الاساسيه اللي كانت مصر بتصدر بيهم. اصبحنا الان دوله مستورده وليست دوله. اذا استمر الحال على كده يبقى ميزان المدفوعات هيبقى فيه خلل دائم ولن ينصلح ابدا الا اذا عملنا يعني يبقى فيه تصدير
يقابل الاستيراد، يبقى كويس. في المعادله دي لازم تتصلح وتصلح تمام. باسرع وقت. تمام. الفلاح بيعاني. انا اتكلمت في حلقه سابقه الاسبوع اللي فات عن محصول القطن، ويظهر معرفش بقى الحكومه سمعت اللي انا قلته او لا، ابتدت تاخد المحصول من الفلاح وخدته ب 1200 جنيه. هذا الثمن لا يكفي ابدا. ان المحصول ب 1200 جنيه ده عائد تمام. غير مجزي. المفروض يكون سعر الانطار القطن على الاقل 2000 جنيه. طيب في نقطه ثانيه يا فندم غير الفلاح عشان بس الوقت فاضل 30 ثانيه. المشاكل الثانيه في مشاكل الاوقاف. بلد عندي في مركز محله اسمها ضمرو اللي راح الرئيس السادات قبل كده. البلد دي بتعاني من مشكله الاوقاف. كل الاراضي او معظم الاراضي تملكها الاوقاف، ومعظم البيوت برضه ملك الاوقاف، وهم عايزين يبقى لهم عقد ملكيه سواء في المباني او عشان يبقوا امنين على مستقبلهم. بالظبط كده. غلاء الاسعار، الحاجه غلت جدا على الغني قبل الفقير. قلبك مع مين؟ صوتك مع مين؟ روحك مع مين؟ يا ولاد مصر يا شعب أصيل، المشوار قدامنا طويل. يا ولاد مصر يا شعب أصيل، المشوار قدامنا طويل. نحتاج ناس رجالة بجد، واحنا اخترنا حزب الوفد. حزب الوفد ده حزب أصيل. يا ولاد مصر يا شعب النيل. إن مصر أكبر من أن تورث، وإن الشعب المصري ليس تراثا أو عقارا حتى يورث. قالها الفلاح المصري الزعيم أحمد عرابي.